كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يحرص على أموال الدولة، فاشترط شرطا على رابطة الأدباء أنه لا يعطي مالا للشعر إلا لقول الشاعر، أما إذا كان من منقوله محفوظ من قبل لا يعطي عليه شيء. والخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده غلام يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية تحفظ القصيدة من 3. كمبيوتر. فيأتي الشاعر المسكين وقد نظم قصيدة طويلة طول الليل: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام. أنا شاعر فحل. ما فحولتك؟ نظمت قصيدة طويلة، إن كانت من قولك أجزناك عليها. نعم من قولي، قل. فيقول قصيدته، فيقول الخليفة: إنني أحفظها منذ زمن بعيد. ويقولها له، فيتعجب الشاعر: توارد الأفكار في بيت أو بيتين، أما قصيدة كلها كيف حدث هذا؟ طبعا يكلم نفسه. يقول: لا، وهناك غيري، أحضروا فلان. فيحضرون الغلام من خلف الستارة من باب السري، ثم يدخل: تعرف قصيدة فلان؟ يقول: نعم. فيقولها. فيقول الشاعر: ها؟ فيشك أنه شاعر. يقول: لا، وهناك أحضروا فلانة. فتأتي فلانة: تحفظين؟ نعم. فإذا قالتها قال الشاعر: لا، أنا لست بشاعر. ويذهب، وهناك في مكانهم يجتمعون، وفي أعماق الحزن يتشاكون ويتلاومون. فجاءهم الأصمعي: ما لكم يا قوم؟ أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ نكتب القصيدة طول الليل من بنيات أفكارنا، ثم نكتشف أن 3 يحفظونها قبلنا. قال: أو حدث هذا؟ قالوا: نعم. قال: أين؟ قالوا: عند أمير المؤمنين. قال: إن في الأمر مكر وحيلة، دعوا الأمر لي. فقام ونظم قصيدة ملونة الموضوعات، التقط فيها بعض الكلمات، ثم تنكر حتى لا يعرف، لبس لبس الأعراب، عقص رأسه جدائل وأوقفها كالقرون، ثم ربطها بعصابة، ولبس جلد شاة، وجر ناقته خلفه، ودخل المجلس حافيا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام. أنا شاعر من أعراب الموصل. قال: تعرف الشروط؟ قال: نعم، إن كانت من قولي أعطيتني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تجيزني عليها شيئا. قال: صدق، قل. واسترخى الخليفة. قال: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل. سهلة. كانها إلى الآن سهلة. طاق طاق طاق، يا رير يا جرس. وأنت يا سيد لي وسيدي ورموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل. فقال: لا 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 لا، وقد غدا مهرول. أراد الخليفة أن يحسب اللاءات، فإذا هي أكثر من 3. وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل. فقال: لا 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 لا، فقد غدا مهرولي، والقود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويللي. فقلت: لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طبطب لي، طبطب طبطب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب لي. فالخليفة تم بجمع ذاكرته ما استطاع.
والسقف سقسق لي شوى شوى وشاهشوا على ورق سترجلي وغرد القمر يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. هذه كعكع كعكع لو بيكتبها من كتبت. يعني تحتاج واحد يهجيك حرف حرف تطلع غلط إلا كان تعملها توقيع. والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمرني بخلعة حمراء كالدمدمل أجر فيها ماشيا مبغضدا للذيل. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. عصر الخليفة ذاكرته ما طلع لا طنطن لي وطنطن. قال يا غلام احضر الغلام. وإذا الغلام الجارية يا جارية قالت لا والله ما سمعت بها قط يا أمير المؤمنين. عند ذلك قال يا أعرابي أحضر ما كتبته عليها نزنه ونعطيك وزنه ذهبا. قال ورثت عمود رخام من أبي نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا 4 من الجنود. فانهار الخليفة وجيء بالعمود والناس تنظر ووضع في الميزان وأخذ كل ما في الخزنة.